تعلم دائما أن تكتفي بما تملك، فالحمد لله دائما وأبدا، فالقناعة كنز لا يفنى. وتذكر، قليل من الماء ينقذك وكثير من الماء يغرق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو النهاردة بعنوان وفري ودبري وبإيدك هتقدري تغيري، واللي مش هتحتاجيه النهاردة أكيد هتحتاجيه بكرة، وكل حاجة بيجيلها يومها، ومفيش يوم زي اليوم اللي قبله أو اليوم اللي بعده. نخش بقى في موضوعنا ونشوف احنا معانا ايه وهنعمل ايه وازاي هنحلل كل الكلام اللي قلناه في أول الفيديو ده. انا كنت نازله وطبعا لقيت قدامي قرنبيط، اسيبه؟ لا طبعا اجيبه. جبت كام قرنبيطايه كده حلوين وقلت لازم اعمل لكم الفيديو ده، علشان انا عارفه ان في كتير مننا بيحب القرنبيط، وفي برضو كتير مننا ما بيحبش القرنبيط. النهارده في الفيديو ده هنعمل حاجه كده من الاخر عظمه، حاجه كده عايزه اقول لكم شبه البرجر، شبه الطعميه، سميها زي ما تسميها، المهم ان احنا في كلتا الحالتين مش هنهدر زيت كتير. تعالوا بقى نشوف عملنا الجمال والحلاوة دي ازاي. واستنوا كمان هقول لكم. انت جبتي قرنبيط كتير، طبعا هتقولي لي هيبوظ في التلاجة. انا جايه النهارده علشان اقول لكم انسوا ان حاجه زي ديت تبوظ معاكم في التلاجة. ليه بقى؟ علشان هنفرزها زي الكرنب بالظبط، وهتقعد معاكي كتير لحد ما تخلص. يعني ممكن تجيب القرنبيط من السنة للسنة وتخزنيه زي الكرنب بالظبط، بتعملي نفس المعاملة، بس ما بتسلقوهوش كتير، يعني ما بتديلوش السلقة اللي هي الايه، اللي هي الكاملة، بتديله نص نص سلقة. هجيب انا كده القرنبيط هي زي ما شفتوا كده، وفضيت الورق الاخضر من عليها كله، وبعدين رحت سلقاها في شوية مية بحالها، بحالها كده زي ما انتم شايفين، مش لسه هنقعد نقطع ولا الكلام ده، لا بحالها كده زي ما هي في شوية ملح. وبعدين ابتديت ان انا اقطعها وسبتها علشان تصفى من المية بتاعتها. وبعدين رحت كده جبت الخلاط بتاعي وحطيت فيه شوية خضرة مشكلين مع بيضتين حلوين، وكمان قرن فلفل حامي او بارد زي ما انت عاوز، وكمان حطيت معاهم شوية فلفل اسود وشوية ملح وكوباية من اللبن وكوباية من الدقيق، وكمان فصين توم. انا بديك الكمية على حسب ما انت عايز، وبصلة متوسطة، وكمان مقلعة من بيكنج باودر. ولازم البيكنج باودر ده يا جماعة لازم ولازم عشان ما يفنش منك وانتي بتقليه. وبعدين حطيت نص كوباية نشا، وحطيت قرنبيط. عايزه اقول لكم ان القرنبيط اللي باين معاكم في الصوره ده انا كنت جايباه من فتره ومفرزاه. شايفين الجمال والحلاوه؟ ولا سود مني ولا اي حاجه. طبعا انا هغسله معاكم هو لسه بالتلج، واجبته كده وطلعته يفك دقيقتين، ما تستنيش عليه، يعني ما تخلوش يتهري. يعني بصي لما تيجي استعمليه وهو لسه يعني ما فكش قوي زي ما انا كده ايه شايفينه معايا، لما يكونش فاكك قوي علشان تقدري تتحكمي فيه. زي ما هتشوفوا دلوقتي. وبعدين ضربتهم في الخلاط كلهم كده على بعضهم، وبقى معايا زي عجينة الطعمية بالظبط. انا هنا ضفت مقلعتين للنشا عشان كنت نسيتهم في الاول، وكمان هضيف البيكنج باودر برضو، وهبتدي اتحكم في السمك بتاع الخليط بتاعي. انا عايزاه السمك بتاعي يكون شبه العجينة الطعمية كده عشان اقدر اتحكم فيه. وبعدين هاخد الخليط ده وابتدي اروح عند البوتاجاز، وهحط يعني قد مقلعتين من الزيت. هو مش هياخد مني زيت كتير، وده الوصفة الاقتصادية اللي انا بقول لكم عليها. مقلعتين زيت بسيطين، يعني الكمية اللي انا حطيتها ديت هقول لكم هتقلي كل الكمية اللي انا عاملاها، وتشكليها بقى على زي ما انت عاوزة وزي ما قلبك يحب. حطيت كده بالطريقة ديت، شكلها بقى ايه مدور، شكلها مطول، شكلها زي ما انت عاوزة، عاملاها زي تعجينها، عايزة تعمليها شوية صغيرين يعني كده بالمقلعة راس صغيرة، اعمليها مش هتقول لا. اهم حاجة فايدة البيكنج باودر ان هتلاقيها مفنشتش معاكي. هنهدي النار وهنبتدي نستنى لما الوش الاولاني يتحمر، وزي ما انتوا شايفين اهي ابتدت ان تتحرك معايا. ولازم بنبه على الطاسة، لازم تتأكدي ان الطاسة بتاعتك ما بتلزقش.
في اي حاجة عامة، سواء بتقلي بيض، سواء بتعملي طعمية، سواء بتعملي بطاطس، يفضل ان الطاسة ما تكونش بتلزق معاكي علشان تطلعي بالنتيجة اللي هي النتيجة اللي تكون معاكي مرضية. بس كده، عملنا شوية قرنبيط، هتقولي عليهم برجر، هتقولي عليهم طعمية، المهم في كلتا الحالتين احنا بنحارب الموجة اللي انتوا عارفينها، وبنحاول نقتصد على قد ما نقدر، واللي علينا بنعمله. وقليت كده جزء بجزء. القرنبيط يا جماعة يعني بصوا طعمه حلو، يعني انه نقدر نقول عليه اقتصادي، السعر بتاعه يعني معقول. طبعا انتوا عارفين ان الطعمية دلوقتي يعني هنقول ايه بقت مضرة بالصحة، فاحنا ممكن نستعمل بديل الايه الطعمية القرنبيط. برضو زي ما انتوا عارفين اللحمة غالية، فبرضو ممكن نعمل، لو هنعمل برجر ولا حاجة هنعمل ايه قرنبيط. القرنبيط ممكن كمان نحطه في الصلصة ونعمله معاملة اللحمة، برضو لحمة القرنبيط كده مع شوية بطاطس حلوين في طاجن، وتدخليه الفرن ويبقى في غاية الجمال، وبرضو مغذي ومفيد ومشبع. زي ما انتوا شايفين قليت الكمية كلها. انا كده هعمله في سندوتشات وهيبقى زي الفل معايا اهوت، والعجينة مستوية من جوه ومش مكتومة. وربنا يحسن ما بين ايديكم. ولو عجبكم الفيديو ادعموني باللايك والشير، ودعوة حلوة بين قلوبكم الصافية. والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم.